السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. النهاردة جاية أعمل لكم ريفيو عن ميكروويف فريش 1000 واط. أنا مش جاية أشرح طريقة الاستخدام، لأن طريقة الاستخدام في فيديوهات كتيرة جدا بتشرح طريقة الاستخدام على اليوتيوب، زائد ان الكتالوج بتاعه بيشرح كل حاجة بالتفصيل. ولكن أنا جاية أديكم المراجعة بتاعتي، تجربتي. جاي اقول لكم تجربتي بعد استعمال 6 شهور من الشراء. اولا، انا اشتريته من تطبيق، او يعني ما نزلتش حتى التطبيق، يعني من البيج بتاعتهم على من البيج بتاعتهم على النت وكده، اسمها كنز. تمام، هما يعني كنز دول بيعملوا عروض وكده وخصومات، فانا اشتريته من عندهم. تمام. وإن كان التوصيل عندهم غالي شوية يعني. لكن أنا بقى تجربتي عن الميكروويف فريش. أولا أقول لكم التفاصيل بتاعته. ميكروويف فريش، ميكروويف 36 لتر ديجيتال سولو اسود. وهقول لكم على ميزة ان انتوا تجيبوه لونه اسود. تمام. وهقول لكم برضو على نصايح في الاستعمال. وده طبعا الرقم بتاعه اهو، اللي عايز ياخده سكرين شوت. تمام. اهو ميكروويف 1000 واط، بيحتوي على 8 برامج طبخ. ال8 برامج هتلاقوهم هنا اهو. هشرح لكم يعني، او مش هشرح لكم، هقول لكم البرامج دي. شاشة ديجيتال، طبعا كل حاجة هنا استعمال تاتش، مفيش اي زراير خالص. انا لما قبل ما اشتري اي جهاز بحب اتفرج على مراجعات كتير وشروحات كتير، وبحب اشوف يعني ايه الافضل والكلام ده. بقعد افاضل ما بين يعني سعر وما بين مواصفات. فلقيت في على النت وكده، اسمهم ايه، صنايعية اللي هم صيانة، فنيين صيانة. نصحوا كتير بالديجيتال، قالوا لان البكرة لما بتبوظ بيبقى صعب جدا في تغييرها، وصعب على الجهاز، والموضوع بيبقى مكلف جدا. اما دي بتبقى عبارة عن زي لوحة كده، اول ما بيحصل فيها اي حاجة بتتشال وبتتغير، يعني بتبقى اسهل جدا في الصيانة. ففنيين صيانة كتير نصحوا بيها هي عن البكرة. قالوا البكرة في الصيانة سيئة جدا وغالية جدا، وهي اصلا بتبوظ بسرعة. فانا عشان كده فضلت الشاشة الديجيتال، تسخين سريع 30 ثانية. تمام. ودي البرامج بتاعتها. طبعا زي ما قلت لكم الشروحات كتيرة جدا على النت، هو شكله زي كده بالظبط، زي الصورة بالظبط، مفيش اي اختلاف. ودي البرامج بتاعتها. طيب، انا بالنسبة لي انا جربت ميكروويف فريش 1000 واط، 36 لتر. وجربت في الشغل عندي شرب 34 لتر. تمام. انا عايزه اقول لكم شرب 34 لتر اقوى واسرع من ميكروويف فريش. تمام. انا طبعا كنت عايزه اجرب الحاجه اللي انا جربتها بالفعل، يعني انا جربت شرب في الشغل بالفعل فظيع جميل جدا. ولكن للاسف لقيت اغلب الصفحات مش بتبيعه بالضمان. على فكره انا عمري ما يعني عمري ما طلبت ضمان يجي يصلح لي جهاز. احنا دايما بنستسهل، ولكن هي الميزه في موضوع الضمان ان طالما الحاجه دي ليها ضمان، يبقى انا ضمنت ان المنتج ده طالع من الشركه دي. انا ضمنت المنتج ده ان هو طالما الشركة ضمنهولي، يبقى انا ضمنت ان هو مش فرز تاني، ضمنت انها مش حاجة مستعملة ومحطوطة في كرتونة. يعني بالنسبة لي ضمان للمنتج، مش ضمان ان هو خدمة ما بعد البيع والكلام ده كله. انا بالنسبة لي انا بستسهل ان انا اجيب اي صنايعي يصلح لي الحاجة وخلاص. لكن هو وجود ضمان للمنتج نفسه، انه طالع من الشركة، وانه مش فرز تاني، وانه مش مستعمل ومحطوط في كرتونة والكلام ده كله. فانا لما لقيت شرب اغلب الصفحات عاملاه بدون ضمان، قلقت منه فريش بضمان. جايلي فعلا بالضمان، واتصلت بالشركة، والشركة كمان قالت لي
العيال بسألها بقول لها الضمان عايزة افعله، قالت لي انه حتى لو ما اتفعلش بيبقى ضمانه من تاريخ انتاج المنتج او تاريخ الاستلام يعني. فانا فضلت فريش. ولكن طيب شرب اقوى في ايه؟ هنا انا عندي زرار زرار ستارت. زرار ستارت ده بيبقى 30 ثانية. زرار ستارت 30 ثانية ده عمرنا ما بنستعمله في فريش، انه دايما يعني اي حاجة بتستخدم اقل حاجة دقيقة. يعني انا اوريدي على طول بروح دايسة على دقيقة اقل حاجة. يعني الزرار اللي بيداس عليه ستارت في شرب هنا بيبقى دقيقة. مفيش حاجة هنا بتاخد أقل من دقيقة، ولكن الحاجة بتطلع سخنة وطازة وجميلة وزي الفل. الحاجة عندي بتاخد يعني دقيقة وطالع. زي ما قلت لكم ستارت دي أنا تقريبا ما بستعملهاش نهائي، رغم إن شرب في الشغل عندي ما بستعملش إلا الدقيقة، ما بستعملش إلا ستارت على طول. فده الفرق بين شرب وفريش. لو لقيته شرب بضمان أنا بفضله لكم أكتر. فريش اضعف ولكن ممتاز كويس، بيسخن حلو قوي، شغال معايا حلو قوي. ايدي ورجلي بجد. الميكرويف لا غنى عنه نهائي. اي واحدة مش عندها الجهاز انا بنصحها بيه جدا. في معلومة بقى ونصيحة عايزة اقولها لكم. النصيحة دي انا خالتي عندها ميكروويف ابيض، قالت صد عندها تمام. فعشان كده انا بقول لكم يعني يفضل تستعملوا الاسود، لان الاسود بيبقى مطلي بمواد اقوى وبتحمي اكتر من الصدى. معلومة تانية عايزة اقولها لكم، سيبوا الباب مفتوح شوية بعد الاستعمال عشان بخار الماء يتبخر، ونشفوه كويس جدا بفوطة. انا عامله له فوطة ميكرو فايبر مخصوص ليه. نشفوه بعد الاستعمال على طول وسيبوه مفتوح شوية يطلع بخار الماء. ده بيحافظ عليه جدا ان هو ما يصديش. طبعا يعني المحافظة على الحاجة افضل بكتير جدا من اني ادور ان انا اشتري على غيرها. يعني انا خالتي حاليا بتدور انها تشتري غيره. حقيقة انا ما استعملتش اغلب البرامج بتاعته. هو رائع اكتر من رائع في التسخين. جربت ان انا سلقت فيه قبل كده آه، فلفل ممتاز رائع، اخد 5 ثواني طلع لي تحفة. 3 ثواني 3 ثواني تقريبا. لا دي دقيقة، 3 دقايق سوري، 3 دقايق طلع تحفة تحفة بجد، من غير مية من غير اي حاجة. انا حطيت الفلفل على طبق طلع لي فظيع. بصراحة بينجز في الوقت قوي، منقذ جدا جدا جدا. هل هو جهاز مهم ولا مش مهم؟ لا مهم قوي قوي قوي. انا كنت فاكرة ايه ده، هو انا هشتري جهاز عشان اسخن؟ يعني هو البوتاجاز اثر معايا في ايه؟ لا، بينجز في الوقت. ما بتحتاجيش بقى ان انت تزودي ميه او شوربه للحاجه عشان تسخنيها. ولا بتنشف منك ولا بتطرى منك، بتطلع الحاجه كانها فريش، كانك لسه جايباها حالا. رهيب في العيش، كاني جايباه من الفرن حالا. قابلتني مشكلة في البداية اني اول ما حطيت فيه رز بقيت اسمع صوت طقطقة فقلقت منه جدا. بعد شوية عرفت انه لا، الطقطقة دي ان المفروض ازود يعني رشة كده مية بسيطة. برضو غطا الميكرويف فادني جدا جدا جدا. انصحكم ان انتوا تجيبوه، الغطا البلاستيك دوت اللي بتغطى بيه الطبق، ممتاز جدا. بنصحكم برضو تحطوا طبق فوق الطبق بتاع الميكرويف نفسه، بيحمي الطبق بتاع الميكرويف جدا، لان طبق الميكرويف يعني مش متوفر بسهولة وتضطري تنزلي له تقريبا، يعني حسب المكان اللي حضرتك فيه. انا بالنسبة لي في القاهرة تضطري تنزلي له وسط البلد والكلام ده. ف لا ليه انا بحافظ عليه، بحط طبق فوق الطبق. دي نصايح يعني يعني من بعد استعمالي ليه. ده شكل البوكس بتاعه، الكرتونة بتاعته. هلفلكوا الكرتونة على كل الجوانب، وادي الجانب الاخر. هو شكله شبه كده بالظبط بالظبط. انا جايباه بدون شواية، يعني برضو من ضمن سولو دي يعني بدون شواية. كلمة سولو اهو موديل تايب، سولو دي معناها يعني بدون شواية.
انا برضو من ضمن الابحاث يعني اني بحثت كتير وكده، فلقيت انه الناس اللي جابت شوايه قالوا ملهاش استعمال. يعني ايه اللي يخليني اشوي بالكهرباء؟ طب هي الفرن اثرت معايا في ايه؟ ودي حقيقه. انا ليه؟ ما انا عندي فرن البوتاجاز فيها شوايه، فليه انا اشوي بالكهرباء؟ فبالنسبه لي لا، انا فضلت برضو ان انا اجيبه للتسخين، انا مش عايزه اشوي فيه. تمام. وادي هو شكله زي ما بقول لكم كده بالظبط بالظبط على الطبيعة. طبعا هنا في ضمان سنتين، وانا قلت لكم الضمان بالنسبة لي تأكيد ان انا كده الحمد لله الجهاز ده طالع من الشركة، مش جهاز فرز تاني محطوط في كرتونة، ولا جهاز مستعمل، ولا الكلام ده. فانا بالنسبه لي حته الضمان دي انا مش عشان اصلح، ولكن انا على اساس اضمن المنتج اللي انا جايباه. اهو ادي برضو نوع الجهاز اسود، نوع الجهاز بدون شوايه، تايمر 99 دقيقه، واهو فريش. قدرة الشواية طبعا انا ما عنديش شواية. وادي كنز اللي انا اشتريت من عندهم الجهاز، الذوبان بالوقت والوزن. ادي طبعا خدمة عملاء فريش. وادي طبعا هو بدون شواية زي ما قلت لكم. وتنبيه نهاية وقت، عجبني اوي صحيح كمان موضوع. وطبعا اخد ايزو 9001. وهنا مكتوب فريش، العمر الافتراضي للجهاز لتوفير قطع الغيار من بعد انتهاء فترة الضمان الأصلية 2 سنين، صنع في مصر. وادي شكل الجهاز بيبقى كده بالظبط على الطبيعة. طبعا الشاشة دي ديجيتال، هي اللي بتيجي عليها بقى ايه، بيجي فيها الوقت والكلام ده. انصحكم جدا 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 ان انتوا اي حد مش عنده ميكروويف يشتري ميكروويف. وانصحكم الاول بشرب، لان انا جربت شرب فريش. لو ما لقيتوش شرب بالضمان يبقى هاتوا فريش. عايزين تجيبوا شرب يعني وانتوا مطمنين اكتر، هاتوه من على البيج بتاعت العربي نفسها. لكن فريش معايا جميلة جدا، ولكن زي ما قلت لكم اضعف قليلا، يعني برضو مش قوي يعني، بس اضعف قليلا من فريش. طبعا من سوري شارب. طبعا فريش ارخص كمان في السعر. ف يعني هي انا على فكرة اغلب الاجهزة عندي في البيت فريش اقتصادية، سعرها اقتصادي. عشان تجيبي المواصفات بتاعة فريش على منتج تاني هتلاقيه اغلى بكتير جدا. يعني انا فريش 36 لتر ارخص من شرب 34 لتر، او يعني في نفس المستوى الا حاجات بسيطة. فطبعا فريش شركة اقتصادية، اسعارها مخفضة. المزايا اللي فيها لو هجيبها في شركة تانية اعلى هتبقى اغلى بكتير جدا. فهو الجهاز ماشي معايا حلو قوي. اتبعوا النصايح اللي انا قلتها لكم. اهم حاجة تهوية الجهاز بعد الاستعمال، اهم حاجة ننشفه كويس، اهم حاجة نسيب الباب شوية، اهم حاجة نحافظ على الطبق بتاعه، لان الطبق بتاعه زي ما قلت لكم غالي ومش متوفر بسهولة. حطوا طبق تاني فوق الطبق. بس والجهاز والله جميل جدا وممتاز ورائع ولا غنى عنه، وانا ما لقيتش فيه اي شكوى من وقت ما انا اشتريته، ونفعني بصراحة ايدي ورجلي. يعني تقريبا يوميا لازم الميكروويف ده، يعني لا غنى عنه. اماكن كتيرة جدا بروح رحلات والكلام ده بقول فين الميكروويف. يعني لما كنت في عمرة وبسخن بقول فين الميكروويف، يعني يا ريت الفنادق يبقى فيها ميكروويف. لما بروح رحلات فين الميكروويف. فهو الصراحة يعني جهاز ملوش بديل. فدي كانت الريفيو بتاعي، النصايح بتاعتي بعد الاستعمال، رأيي فيه ايه. قلت رأيي بكل امانة. طبعا انا مش هشرح الاستخدام عشان وقت الفيديو. طبعا صفحات كتيرة جدا شرحة باستفاضة طريقة الاستعمال. دي بس انا كان رأيي فيه بعد الاستعمال 6 شهور. نصايح ليكو. استنوني في ريفيو جديد هقول رأيي بكل امانة. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.